السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمسية سعيدة للجميع. المستجدات اللي تعطات لنا على المباراة ديال المنتخب المغربي ونظيره الجنوب افريقي غدا ان شاء الله، انه اصابه ديال اللاعب بوفان، وايضا اللي مرجح حاليا العلم ديالي واللي توصلنا انه ايضا حكيم زيزياش المدرب ما يمكنش انه يشاركوا، وايضا انه ما شاركش في الحصه التدريبيه المغلقه قبل لقاء الغد. وبالتالي في الندوه الصحفيه اللي سمعنا انه وليد الكراكي انه سفيان بوفان انه خارج اسوار كاس افريقيا. بالتالي انه يقدر زياش ان شاء الله، وهذا ما نتمناه ان شاء الله، يتعافى في اللقاء اللي غادي يلعب في الدور ديال الثمن ان شاء الله، اللي غادي ان شاء الله نكون نواجهوا فيه موريتانيا او راس اخضر. نتمناو كل خير المنتخب الوطني المغربي اللي يعلم الجميع انه لقاء غيكون صعب، ولكن هو اصلا لقاء غادي ينتهي على جزئيات بسيطه. المنتخب ديال جنوب افريقيا كما قلنا في الحلقه القادمه اللي فاتت انه فريق منظم وفريق جيد، و تيلعب الكره ديالو على خط وسط الميدان، وايضا على السرعه، وايضا انه تمتاز بمهارات بعض اللاعبين اللي تنعرفوهم حنا في الصن داونز، واللاعبين اللي متمرسين ومساجمين بعضياتهم شي 8 لاعبين او 6 لاعبين على قد الفهم ديالي وعلى قد الشوفه ديالي اللي كنت نتبع الصن داونز، وايضا في المنتخب ديال جنوب افريقيا اللي فاز علينا في جوهانسبورغ. ما علينا، في لقاء ديال تصفيات النيت ديال كاس افريقيا، التشكيله اللي مناسبه اللي غادي يلعب بها وليد الركراكي، فانا تنفضل يلعب 4 3 2. بالتالي هاد التشكيله ديال او 5 عفوا 3 2 يحسن خط وسط، يحسن خط الدفاع، وبالتالي انه يلعب مرابط كمنسق او موزع، يقطع كواري ويعطي كواري بهذه الدارجه المغربيه، وهو يكون حداه أناحي، او يلعب في الجهه ديال بوفان في خط الاجنحه، يلعب بعدلي نظريتي انا، لانه عدلي في اللقاء اللي تبعت انا في لي ماتشات ديال كاس افريقيا انه لاعب مهاري وايضا جيد، وايضا انه يمكن يشارك الزرزوري في الجناح مكان بوفان، او مكان حكيم زياش ربما، ولكن انه احسن تشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي هو نعطيها لكم هنا، انها يلعب في الاظهره عيط الله، ويلعب ايضا حكيم اشرف حكيمي، ويلعب خط الدفاع رومان سايس، وبجانبه اكرد، وفي خط وسط الميدان المرابط ونحي، وكما قلت انه يلعب بالزرزوري او يلعب لسانت. انا املاح، انا ما ترتاحش املاح، لانه اصلا فاش يكون مع سفيان مرابط تيرتكبوا بعض الاخطاء اللي انهم تيبانوا بحال اللي ما مساجمينش فاش يكون، حيت هو املاح تيكون يساند خط الدفاع اكثر من خط الهجوم، ولكن بالتالي انه اللي يشغل خط وسط الميدان يكون لاعب نظريتي هو اللي بوشواري، او كما تيقولوا ليه اللي اللاعب الواعد اللي لعبوا امام زامبيا، ربما لاعب جيد ولاعب مهاري، وايضا بنيه تحتيه بدنيه، بنيه جسمانيه عفوا انها جيده. ونتمنى ان في خط الهجوم ان يكون حداه نصيري
يكون ان شاء الله يبان نصيري جيد في هذا اللقاء ويسجل لنا هدف. هذا ما نتمنى ان المنتخب الوطني المغربي انه عنده كامل المقومات انه يفوز على زامبيا، وعنده مقومات انه يتأهل نهاية ويفوز بهذا اللقب إن شاء الله. من هذا المنبر أنا متفائل 100% أنه يفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة ديال 2-0 إن شاء الله من هذا المنبر. ونتمنى حظ سعيد المنتخب الوطني المغربي في اللقاء ديالو غدا إن شاء الله. وهذا هي المستجدات الحاليه اللي تنقولوا اللي وفينا لكم بهم. نتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو الا غلطنا فيه ولا نسينا فيه شي حاجه صحوا لينا، حنا يلا مبتدئين. نتمنوا التشجيعات ديالكم تكون متواصله ان شاء الله وديما مغرب ان شاء الله. والسلام عليكم، بالتوفيق للجميع.